السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. يلا بينا نكمل تفسير سورة النبأ من الآية 11 إلى الآية 30. وجعلنا النهار معاشا، جعل الله النهار مشرقا مضيئا منيرا ليعمل الناس في الحركة والنشاط. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنى الله السماوات السبع متسعة مرتفعة مشدودة بقوة تمنعها من التفكك. وزينا بالنجوم والكواكب، وجعلنا سراجا وهاجا، وجعل الله الشمس مضيئة منيرة تنير الأرض وتبعث فيها الحرارة التي تعيش عليها الأرض وما عليها من الكائنات الحية، سواء الإنسان نباتات حيوان صخور. طيب، وتساعد في تبخر المياه لتتكون منها السحاب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وهنا المعصرات يقصد بها السحاب، لما بتتعصر كده ينزل الله من السحاب الماء المتتابع عن طريق عصر السحاب، فتنزل المطر فيكون المطر متتابع. لنخرج به حبا ونباتا، ونزل الله المطر المتتابع لتخرج به الحبوب والنباتات الخضراء من الأرض. وجنات ألفافا، يعني الجنات اللي هي الحدائق والبساتين المختلفة التي تخرج منها الروائح الجميلة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هنا مقصود به يوم القيامة، ويوم الفصل اسم من أسماء يوم القيامة، وهو اليوم الذي يفصل فيه بين المسلمين والكافرين والمكذبين والمتقين، وهو اليوم لا يعرف أحد ميعاده إلا الله. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هنا بينفخ في الصور ملك من الملائكة اسمه إسرافيل، في الصور اللي هو البوق. يوم القيامة يخرج الناس جميعا من القبور للحساب. وفتحت السماء فكانت أبوابا، تنشق السماء وتفتح كالأبواب يوم القيامة لتنزل منها الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، تزول الجبال وتهدم في الهواء كأنها تراب منتثر، كأنها ما كانتش موجودة أصلا. تخيلوا الجبال الكبيرة العالية الضخمة الصخور لما بتخشع يوم القيامة كأنها شوية تراب منبثر كده في الهواء، ضعيفة. إن جهنم كانت مرصادا. جهنم